تعالوا أعلمكم طريقة المرق الصنعاني، ودائما ده المرق تدوقوه في المطاعم ومرة يعجبكم. في البداية أضفت اللحمة في قدر الضغط، راح أضيف بصل أخضر وثوم وبصل عادي، وممكن استغناء عن البصل العادي بس هو بيعطي طعم مرة لذيذ للحمة. بعد كده أضفت البهارات وكتبت لكم هي أهم شيء الكركم تضيفوه، وطبعا بهارات مشكلة والكاري وشوشة هيل. بعد كده ضفت الطماطم والملح لا تنسوه. طبعا ألخبط المكونات كلها مع بعض كلها فوق بعض، وبعد كذا أقفل على اللحمة تقريبا 10 دقايق، وارجع مرة ثانية أفك الغطاء وأقلب، وأقفل برضو على اللحمة مدة 10 دقايق عشان تاخد طعم ونكهة البهارات. بعد كذا أضيف الموية وأقفل على اللحمة تقريبا نص ساعة ل40 دقيقة على حسب اللحمة. في لحمة تستوي سريع، في لحمة بتستوي تطول معكم في الاستواء. إذا بغيتوا المرق خفيف زي كذا خلاص كذا وقفوه، لكن إذا بغيتوا في بعض أحيان تلاقيكم مرق يكون ثقيل معاكم. هذه عبارة إنه إيش يسووا فيه، يحطوا فيه حاجة اسمها العلطة، عبارة عن دقيق وموية، ملعقة من الدقيق وشوية من الموية، يقلبوا المكونات مع بعض يضيفوا على المرق فيثقل معاكم المرق. لكن إذا ما بغيتوا المرق يكون ثقيل فزي ما قلت لكم الخطوات هذه اللي علمتكم عليها تكفي. وكده خلصت مرقتنا ولذيذة ونفس المطاعم، وبالعافية علينا وعليكم. جربوا الطريقة وبإذن الله تعجبكم.